انا سك على الهندسه، فالمال هو عاصمه الحياه، لكن لو مفيش عائد مادي في النهايه انت مش هتكمل. صباح الخير جدا شباب بتوع الثانويه، يعني ان شاء الله النهارده رايحين معرض كتاب، يوم يبقى جامد جدا يعني ان شاء الله. هقابل ناس كتيرة جدا جدا عندي ايفنت الساعة 1 مع اليوتيوبرز الجمال، ويعني استنوا هيبقى يوم جميل جدا جدا جدا. تخيلين الموبايل دلوقتي وقع تحت القطر، كان تحت العجلة بالظبط، الجراب يعني اتفرم الحمد لله، بس الحمد لله الموبايل كويس يعني. تخيل بقى ما كانش هيبقى في فلوجز لمدة كبيرة يعني، تخيلوا يعني الحمد لله. بس يعني تقريبا مش عارفه ليه، يعني انا ما عرفتش اصور النهارده كتير، كنت منشغل ان اقعد مع الشباب ونتكلم والكلام ده كله، بلس زائد ان الصوت ما كانش هيبقى كويس في المعرض وكده، ولكن كان يوم لذيذ يعني جدا، وارهقت جدا مش قادر خالص يعني. ان شاء الله انا قلت ان انا اعمل ديلي فلوجز وكده ان شاء الله يعني. ستوب لحظه يعني كده. انا الاسبوع اللي قعدت في القاهره صورت كل يوم بالفعل، ولكن مش كل الايام عجبتني يعني، الفوتج ما كانتش عجباني، فعشان كده دمجت اول يوم مع تاني يوم، وللاسف الشديد مش هيبقى في ديلي فلوج يعني، مش هعرف ابلود كل يوم. معلش انا اسف، ولكن تلت الاسبوع اللي انا قعدته نزلوا في 3 فلوجات يعني، الفلوج ده وكمان فلوجين ان شاء الله، بس هينزلوا على فترات برضو يعني. اسيبكم تكملوا الفلوج. ففي كذا موضوع كنت عايز اتكلم فيهم النهارده وكده، ولكن ان شاء الله في الايام الجايه هنتكلم في كذا موضوع مهم جدا ان شاء الله، والله المستعان يعني. هنجرب تجربه الديلي فلوج كده، انا عمري ما عملت ديلي فلوج قبل كده. فان شاء الله ناوي اعمل ديلي فلوج، وان شاء الله تكون تجربه كويسه يعني، لو ما نجحتش فادينا جربنا يعني. بس سلام. صباح الخير، النهارده تاني يوم في ديلي فلوج ان شاء الله، ومتحمس الموضوع ده يعني، كل يوم اصور دي حاجه لطيفه جدا بالنسبه لي يعني. فاليوم النهارده هيبقى لطيف برضو لحد ما نروح نفطر، وبعدين نروح نقعد في مكان هادي عشان نتكلم في كذا حاجه مهمه، واوريكم كذا حاجه يعني ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم. بقى الموضوع كنت هتكلم معاكم فيه، هو الموضوع عامة بسبب الفيديو ده. الفيديو ده كان سبب بتاع احمد ابو زيد، من الشخصيات الملهمة بالنسبة لي جدا. المهم اللي كنت عايز اتكلم معاكم ليه في موضوع الدراسة. احنا بندرس 6 سنين ابتدائي، 3 سنين اعدادي، 3 ثانوي، 5 جامعة، حوالي 17 سنة بندرس عشان نخرج بمعنى شهادة عشان نلاقي وظيفة كويسة. ليه بقى؟ عشان ناخد فلوس او مرتب، عشان يبقى في عائد مادي نعيش بيه. تمام، كنا متفقين طبعا ان احنا بنشتغل عشان ناخد فلوس، كنا متفقين دي هنشتغل عشان نجيب فلوس، مش بنتعلم عشان تعليم. مفيش مشكله انك تسعى انك تطلب العلم والكلام ده كله، ولكن لو مفيش عائد مادي في النهايه انت مش هتكمل. لكن لو من غير فلوس انت مش هتشتغل. انت مش هتشتغل. ابسط شيء مثال الامام بتاع المسجد، اللي بيدعو الى الله، لو ما كانش بياخد مرتب اخر الشهر ما كانش هيدعو الى الله، عشان ما فيش وظيفه تانية ليه. تمام، في شيوخ بتدعو الى الله ببلاش يعني، من غير عشان عندها وظيفه تانية في عائد بيجي لها من ناحيه تانية. المهم عشان هو عنده التزاماته، هي زوجته واولاده محتاجين نصرف عليهم، محتاج يكسوهم، عشان يكسوهم محتاج ماديات، فبالظبط يعني لازم يبقى في عائد مادي من خلال الله. فالمال هو عاصمه الحياه، من غير الفلوس مش هتعرف تعمل اي حاجه في حياتك. تمام، ده اول حاجه، هو مش كل حاجه اكيد، ولكن انا اجتهدت في ثالثه ثانوي وشديت حيلي يعني، وبعت السوشيال ميديا، والحمد لله جبت مجموع هندسه ودخلتها عشان كنت فاكر ان انا بحبها. تمام، ما دخلت ما لقيتش ده اللي انا متوقع يعني، ما كانش دي اللي في دماغي. تمام،
وقلت في فلوج السنويه ان في فرق بين العمل والهوايه. الهوايه دي حاجه انا بحب اعملها، يعني سواء كان وراها عائد مادي او لا، فانا هدني اعملها عشان انا بحبها زي الفلوجز كده. اما العمل فواجب عليك سواء كنت بتحبه ولا لا، تخين رفيع طويل قصير، فانت لازم تعمله عشان عندك التزاماتك ومسؤولياتك، هم اهلك اولادك زوجتك، فلازم تعمل الحاجه دي عشان توفر احتياجاتهم. انا اولادي اتغيرت، يعني لقيت نفسي ولقيت شغف في موضوع الايديتنج والفيلم ايديتنج وكده. بدات اخد الموضوع كعلم يعني الحمد لله. وشكرا لعبد السلام، مش ده عبد السلام صاحبي بيدرس في المانيا، عنده تشانل يوتيوب برضه بيعمل فلوجز، لو محدش عارفه يعني هحط اللينك ده في الديسكربشن خش تابعوه. يعني هو اللي بيدينا على الكورس دون، ربنا يجازيه كل خير. شكرا. نرجع لموضوعنا. يعني طب ليه انا استنى 5 سنين هندسه، 3 سنين جيش او سنه جيش، يعني متوسط 6 سنين او 7 سنين عشان ابدا اخد مرتب يعني مش واو قوي، يعني ضئيل، يعني مرتب ضئيل عشان لسه مفيش خبره. انت متخيل؟ طب ايه لازمه ال5 سنين اللي انا بدرسهم دول في هندسه؟ يعني مش فاهم ايه لازمه ال5 سنين بدل ما انا اخرج ما عنديش خبره اصلا، يعني واقعد 5 سنين زيهم عشان يبقى عندي خبره عشان ابدا اخد مرتب محترم ابدا بيه حياتي. يعني فاهم انت؟ فليه استنى الفتره دي كلها لما ممكن ان شاء الله لو جات لي فرصه كويسه في موضوع الايديتنج دون واشتغلت بيها انا اسك على الهندسه، مش هكمل في هندسه يعني عشان دي مش شغفي. فوقك بقى من المكانه الاجتماعيه وازاي تسيب مش عارف ايه والكلام ده كله، يعني الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتير، ولكن الله المستعان انا بحاول اجتهد في الحاجه اللي انا بحبها عشان اشتغل بيها والكلام ده كله. يعني كنت اتمنى ان انا ادرك الموضوع ده بدري شويه عن كده، ولكن الحمد لله ادركته دلوقتي. حته فالله المستعان هو ممكن يكون ريسك كبير قوي، ولكن الله المستعان بس يعني فلسه مفيش اي فرصه. يعني لو حد عنده وظيفه كويسه الايام الحته دي كلمني عادي مفيش مشكله يعني او مكان اتدرب فيه يعني او اشتغل يبقى عندي بورتفوليو او خبره في المجال برضو نزلت ارض الواقع وكده. ممكن مقابل مادي بسيط او من غير مقابل مفيش مشكله برضو يكلمني، والله المستعان. وبس رايحين دلوقتي رايحين نصلي الظهر ان شاء الله، يعني ان شاء الله. دلوقتي بنكمل الكورس. انا بقالي اسبوع في 4 ساعات بس، هو كورس 30 ساعه. اسوأ حاجه فيه ان هو بالانجليزي كله تمام، المصطلحات اول مره اشوفها انت فاهم. فاللغه مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا. الموضوع معطلني جامد ان الفيديو مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق بقعد فيه نص ساعه ولا حاجه عشان استوعبه كله. فاللغه دي اول حاجه تعملها في حياتك انك تتعلم اللغه كويس. بس مع الوقت ال4 سنين سمعتهم الكلام بقى بيتصدم معايا وفاهم هو بيقول ايه والكلام ده كله. كلمه ما اعرفهاش بترجمها وكده يعني، بس تاخد وقت كبير طبعا. وبس وبس اللي هو جاي على طول، فقلنا ننجي شويه في الكورس عشان هو مش هيخلص. وبس يعني احنا قاعدين في دون اسمه دي كابتشينو، ومش ظاهر عشان بالعكس كده، بس هو جامد جدا. مفيش تدخين، الخدمة كويسة جدا. ايه تاني؟ المكان هادي، القعدة الكادر جميل جدا. سنة القعدة نجيب اضاءة، الكادر جميل جدا فمعينك تقعد فيه يعني. فهو دي كابتشينو في اخر عباس العقاد في الشارع بتاع البنزينة كده يا جماعة. وصفته بالظبط، هو مش دافعني فلوس ولا حاجة، بس انا الحاجة الحلوة بحب ادعمها يعني. ده بقى المطعم اللي بقولك عليه بقى بابرز بتاع محمد صلاح. انا عرفت محمد صلاح ازاي؟ هو مش ممكن تكونش عارفين يعني معظمكم، لكن هو صاحب جعبوس. كنت شفت من عنده، شفت كذا فيديو يعني ما شاء الله بحبه جدا يعني. يمكن هو يشوف الفيديو ده عشان انا ابعتهوله يعني. فالمطعم جامد جدا يعني، مش واخد حقه خالص. الاكل كواليتي كويسه جدا، الاسعار كويسه جدا. بعمل دعايه او ببلاش فور فري يعني. عند ميدان الساعة جنب كشري هند على طول، عند اول عباس بالظبط. تاكلوا هنا يعني، هو جامد جدا ان شاء الله. من الاكل هيجي اوريوك يعني.